حذر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لاعبي الفريق من الانفعالات والالتحامات العنيفة خلال مواجهة فاركو المرتقبة والمقررة غدا الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز على استاد السلام. وطالب فيريرا لاعبيه بالتركيز والحفاظ على هدوئهم داخل الملعب لتجنب تلقي البطاقات الصفراء، بعد أن شهدت المباراة الماضية أمام مودرن سبورت حصول الفريق على 6 بطاقات، ما أدي إلى توقيع رابطة الأندية المصرية المحترفة غرامة مالية قدرها 50,000 جنيه. وكان اللاعبون الذين حصلوا على الإنذارات في مباراة مودرن سبورت هم البرازيلي خوان ألفينا وناصر ماهر ومحمود الونش ومحمد صبحي وصلاح مصدق. ويختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم الاثنين استعداداً للمباراة، حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على استاد الكلية الحربية، قبل إعلان فيريرا القائمة الرسمية للمواجهة التي تبدأ في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكم مباراة الزمالك أمام فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف الزمالك نظيره فاركو على استاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز. وسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك أمام فاركو لطاقم يضم كل من محمود ناصف حكم ساحة، ويعاونه شريف عبد الله وهشام ربيع، بينما حكم الرابع محمد عبد العزيز أنه نادي الزمالك. فقد أنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الكيني، ولم يتبقي سوي الكشف الطبي وقيد اللاعب قبل إعلان انضمام اللاعب للفريق. كما تواصل الزمالك مع اتحاد الكرة المصري من أجل تسجيل اللاعب مع فئة تحت السن، وخلال الساعات المقبلة سوف يصل بارون أوشينغ عبر المطار، وقد فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه الأخير، مما جعله حرا في الانتقال إلى أي ناد يرغب به. أرسل الزمالك المستندات المطلوبة إلى اتحاد الكرة بغرض قيد ضمن قائمة الفريق، ولكن لم يتم الرد، والذي سيحدث في الساعات المقبلة. وسيعمل اللاعب على تعزيز الظهير الأيمن للفريق مع تواجد اللاعب عمر جابر لوحده بهذا المركز. الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 19 عام، وقد لعب لصالح نادي سوفاباكا الكيني، بالإضافة إلى تواجده ضمن صفوف المنتخب الكيني تحت 20 عاماً، كما لعب مع منتخبه الوطني خلال بطولة أفريقيا الأخيرة.